في زمان بعيد كان في ولد صغير اسمه يوسف ابن يعقوب. كان أبوه يعقوب بيحبه حب كبير قوي، أكتر من باقي إخواته، لدرجة إن اداله قميص ملون رمز للمكانة اللي كان واخدها في قلبه. يوسف كان بيحلم أحلام غريبة قوي. مرة حلم إن الشمس والقمر و11 كوكب كانوا بيسجدوا له. حكى الحلم ده لإخواته، والغيرة زادت في قلوب إخواته جدا. طب تعرفوا إن يوسف كان عنده حوالي 17 سنة في الوقت ده؟ وكمان المثير إن اسمه بيظهر في الكتاب المقدس كشخص مش بيغلط بسهولة. كان دايما ثابت وبيثق في ربنا جدا، حتى لما الدنيا كانت ضده واخواته خطفوه وبدل ما يقتلوه رموه في بير فاضي، وبعدها باعوه تجار مديانيين. اتحولت حياته من ابن محبوب لعبد في أرض مصر. يوسف اشتغل في بيت واحد اسمه فوطيفار، خدم بكل أمانة. لكن امرأة فوطيفار راودته، ولما رفض اتهمته بالظلم وحبسته. الغريب كمان إن الكتاب المقدس ما قالش اسمها، لكن في روايات تانية اتعرفت باسم زليخة زي ما بنشوف في التراث الإسلامي. جوه السجن بقى يوسف فسر حلمين لزمايله، وبعد كام سنة جه وقت الحسم. فرعون حلم غريب قوي، 7 بقرات سمان كبار بياكلهم 7 بقرات نحافين وصغيرين، ولا واحد من الكهنة فهم المعنى. لكن يوسف قدر يفسر الحلم وقال 7 سنين شبع وبعدهم 7 سنين جوع. وقتها فرعون انبهر بحكمته جدا، واداله اسم مصري اسمه صفنات فعنيح. يوسف بقى الراجل التاني بعد فرعون. ولما المجاعة بدأت اخواته جم يطلبوا اكل، وهم مش عارفين اللي قدامهم ده هو يوسف. لكن يوسف عرفهم وكان قادر ينتقم، بس لا، يوسف اختار انه يسامح. وفي الاخر شاف ابوه تاني ولم شمل عيلته تاني، وعاشوا في ارض مصر. وهناك بدأ وجود بني اسرائيل في ارض الفراعنة.